نيجي بقى نحل أسئلة المقال وأنماط جديدة من الأسئلة. أول حاجة لو أنا عندي السرعة المتجهة المتوسطة للجسم المتحرك خلال فترة زمنية معينة بتساوي صفر، ما الذي يمكن استنتاجه حول إزاحة الجسم؟ إن الجسم لف ورجع لنقطة بدايته تاني. ليه؟ لأن الإزاحة هي المسافة بين نقطة البداية ونقطة النهاية زي ما اتفقنا في الشرح. نمرة 2 الشكل بين المقابل يمثل العلاقة بين الإزاحة والزمن للجسم A و B. تحركا من السكون في خط مستقيم أي الجسمين هيكون أسرع. طبعا نقطع نفس المسافة خلال زمن أقل، يبقى الجسم B أكبر. ليه؟ عشان 500 على 100 بكام؟ ب5 متر على الثانية، بينما 500 على 200 ب2.5 متر على الثانية. بعد كده الشكل 3 بيقول الشكل بيان المقابل يوضح تغير إزاحة جسمين A و B بالنسبة لمبنى ما بمرور الزمن. الجسمين يتحرك مبتعد عن المبنى، طبعا زي ما اتفقنا هيكون الجسم A، تمام، ده يبتعد عن المبنى. مقتربا من المبنى الجسم B اللي ماشي بسرعة منتظمة هو الجسم E، يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. إنما سرعة غير منتظمة هو الجسم B. ليه؟ لأن كل مقطع من مقاطع الميل بتكون مختلفة. بعد كده نمرة 4 تتحرك سيارة على طريق مستقيم وعند زمن T بتساوي صفر. رأى السائق عائقة على الطريق فضغط على مكابح السيارة والشكل بيان المقابل يمثل تغير سرعة السيارة بمرور الزمن. صفر سرعة السيارة خلال الفترتين A و B إلى B و C. بعد كده عايز إزاحة السيارة من T بتساوي صفر إلى T بتساوي 3.5. أول حاجة أنا عندي العلاقة ما بين ال V وما بين ال T، تمام؟ خلاص. بالنسبة للفترة دي يعتبر عندي دي يعتبر سرعة منتظمة، تمام. طيب بالنسبة من B إلى C سرعة متغيرة تناقصية. متغيرة تناقصية دي في الدرس الجاي هتبقى اسمها عجلة تناقصية، تمام. خلاص. طيب بالنسبة ده بيقول لي احسب الإزاحة للسيارة، محدش يقول لي صفر. ليه يا مس؟ لأن أنا عندي العلاقة أول ما جينا نحل قلنا V و T، وزي ما اتفقنا طالما ان انا هدرس علاقة ما بين الفي والتي وعايز ازاحة هنجيب المساحة اسفل المنحنى. طب المساحة اسفل المنحنى 2 في 15 زائد نص 3.5 للاتنين بينهم 1.5، نص 1.5 في الارتفاع اللي هو 15. الكلام ده بيساوي 41.25 متر. بعد كده نمرة 5 شكل مقابل يوضح فتاتان تحاولان قياس سرعة تيار الماء في نهر. قامت الفتاة على الكوبري 1 بإسقاط قطعة من الخشب في الماء، وقامت الفتاة على الكوبري 2 بقياس الزمن T الذي تستغرقه قطعة الخشب لتصل إلى الكوبري 2. بيقول لك اقترح الأدوات المناسبة التي قد تستخدمها الفتاتان لقياس المسافة بين الكوبريين وكذلك الزمن. عندنا المسافة عبارة عن 50 متر. متر يبقى على طول الشريط المتري. بعد كده الزمن عن طريق ساعة الإيقاف. ليه؟ لأن أنا عايزة أحسب الزمن عن طريق ان انا هفتح ساعة الايقاف المسافة اللي تمشيها او الوقت اللي هيمشيه وبعد كده بقفلها. تاني حاجة لو عندي الزمن الذي استغرقته قطعة الخشب لتقطع المسافة بين الكوبريين عبارة عن 400 ثانية. عايز سرعة الماء، السرعة عبارة عن 50 على 400. الكلام ده بيساوي 125 من 1000 متر على الثانية. بعد كده نمرة 6 بيقول الشكل المقابل يمثل الإزاحة والزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم، فهل سرعة الجسم موجبة أم صفر أم سالبة؟ أول حاجة عندي التي بتساوي 1. فين التي بتساوي 1 أهي؟ التي بتساوي 1 المفروض دي النقطة النهائية ناقص الابتدائية اللي هي دي، فيبقى صفر ناقص 6 مثلا، فيبقى قيمة موجبة، تمام. وهيبقى 1 ناقص صفر، خلاص يبقى هنا هتبقى الميل موجبة، تمام. يبقى بالتالي أنا عندي الميل موجب، فبالتالي السرعة هتبقى موجبة. طيب التي بتساوي 2 ثانية. 2 ثانية فين التي هنا. دلوقتي أي قمة يعتبر كأنها خط مستقيم. هنا دي يعتبر دي نقطة التحول. عند نقطة التحول السرعة بتكون بتساوي صفر، تمام. ليه؟ لأن دي يعتبر خط مستقيم موازي المحور الأفقي، يبقى ميله بيساوي صفر. طيب عند النقطة 3، النقطة 3 أهي عايزة البعد ليها، فالنقطة النهائية بالنسبة لها تكون قيمة سالبة على قيمة موجبة هتبقى سالبة، يبقى ميلها سالب. ليه بقى؟ المفروض ان دي النقطة النهائية، فانا هحسب النهائي ده 3 مثلا من 2، فيبقى 3 ناقص 2، تمام. النقطة 3 هنلاقي ان هي قيمة سالبة، يبقى سالب 7 مثلا، سالب 5، فبالتالي القيمة هتطلع سالبة. بعد كده نمرة 7 بيقول لي قارن بين مقدار السرعة المتجهة المتوسطة والسرعة العددية لشخص يتحرك في خط مستقيم في اتجاه الشرق ليقطع مسافة دي. هو دلوقتي قال لك ان هو شرق ومشى في اتجاه الشرق مسافة دي.
السرعة العددية هي نفسها السرعة المتوسطة. ليه؟ لأن المسافة بتساوي إيه؟ الإزاحة. بعد كده نمرة 2 الشرق، راح اتجاه الشرق اللي يقطع مسافة دي وعكس الاتجاه اللي يقطع مسافة دي، يبقى السرعة العددية بتكون أكبر ما يمكن، تمام، اللي هي بتكون الضعف، والسرعة المتجهة تكون بصفر. ليه؟ لأن هو راح دي ورجع عكس الاتجاه، رجع نفس المسافة، يبقى كأن إزاحته بصفر. فبالتالي هنا هيكون السرعة العددية المتوسطة أكبر من السرعة المتجهة. بعد كده راح في اتجاه الغرب ليقطع مسافة دي، ثم يعكس اتجاهه ليقطع مسافة دي على 2. طبيعي إن السرعة العددية المتوسطة هتكون أكبر من السرعة العددية المتجهة. تمام كده؟ تمام. بعد كده أنماط جديدة من الأسئلة، بيقول الشكل المقابل يوضح مسار حركة 4 أجسام خلال نفس الفترة الزمنية، فأي العبارات الآتية صحيحة؟ سؤال زي ده حله إزاي؟ دلوقتي هو بيقول لي 4 أجسام خلال نفس الفترة الزمنية وكانت ماشية عادي، ده المسار، تمام؟ فهو كان ماشي كده وبعدين رجع، يعني هو لف، تمام؟ فيعتبر هنا كأنه هو بس وسع لي اللفة عشان يحسسني ان هو لف او في عكس اتجاه. فدلوقتي نقطة البداية اهي ونقطة النهاية اهي. طيب هنا برضو نقطة البداية اهي ونقطة النهاية اهي، ودي هي دي ودي هي دي برضو. خلاص يبقى الإزاحة واحدة، فبالتالي يبقى السرعة المتجهة واحدة. نمرة ألف معانا. نمرة ب مقدار السرعة المتوسطة للجسم ألف أكبر، لا طبعا طالما جاب لي متجهة، احنا قلنا متجهة ايه؟ واحدة. بيقول لي مقدار السرعة العددية للجسم واحد، نفس المتجهة، لا غلط. جميع الأجسام لها نفس السرعة العددية، غلط. بيقول لي بقى السرعة العددية المتوسطة للجسم 4 أكبر منها، أيوة. ليه؟ لأن السرعة العددية تعتمد على المسافة. طب المسافة هنا ايه؟ كبيرة، ده 1 2 3 4 5، مش قد ايه؟ 5 مرات دي، فبالتالي هتكون هي الأكبر. بعد كده نمرة 2 الشكل المقابل يمثل منحنى الإزاحة والزمن لثلاث أجسام تتحرك في مسار مستقيم من الفترة 0 إلى الفترة T1. أول حاجة بيقول لي أنا عندي جسم 1 و2 و3. الجسم 1 يتحرك بسرعة منتظمة، لأ ده جسم ساكن. الجسم 2 يتحرك بمعدل منتظم، لأ. ليه؟ المعدل هنا ثابت كونستانت، الفي هنا مقدار الفي ثابتة، تمام. خلاص الجسم 3 اتغير بسرعة متغيرة، أيوة. الجسم د، النمرة د السرعة المتجهة المتوسطة للجسمين 2 و3 واحدة، أيوة لأن الإزاحة واحدة. نمرة ه تكون إزاحة الجسم 3 أكبر من 2، لأ لأن هي نقطة البداية نفسها نقطة النهاية. نمرة 3 شكل بيان المقابل يمثل منحنى الإزاحة والزمن لجسم اتحرك في خط مستقيم، فإيه العبارات الآتية صحيحة؟ بيقول لي عندي 3.5 يتوقف الجسم لحظيا. التوقف اللحظي ده لما بغير اتجاه. هل أنا هنا غيرت اتجاه؟ لأ. ليه يا مس؟ مش هنا سالب والمفروض هنا موجب؟ ولكن السهم أو التزايد بيكون تزايد فين؟ تزايد لأعلى أهو، ده طالع لأعلى وده برضو طالع لأعلى، يبقى مفيش تغير لحظي حصل هنا، يبقى نمرة ألف غلط. نمرة ب يتحرك الجسم في اتجاه ثابت ولا يعكس اتجاه حركته عند أي لحظة، أيوه. نمرة ج يتحرك الجسم بسرعة موجبة مقدارها 20/7. طيب احنا هنا هنجيب السرعة الموجبة ازاي؟ عن طريق ان انا هجيب السرعة المتوسطة. طيب السرعة المتوسطة انا هنا نقطة البداية ونقطة النهاية، يبقى 20 سالب 20، الكلام ده ب40/7. ف40/7 يبقى مش 20/7، غلط. يبقى يتحرك بسرعة موجبة مقدارها 40/7، أيوة نمرة د معانا. يبقى هنا نمرة 3 ب ود هما الإجابة الصحيحة. نمرة 4 الأشكال البيانية الآتية تمثل لي منحنى السرعة والزمن لخمس أجسام تتحرك في خط مستقيم لمدة 10 ثواني. أي هذه الأجسام لها نفس الإزاحة؟ هنا يعتبر طالما العلاقة بين الفي والتي يبقى نص في 2.5 مضروبة في 10، تمام. الكلام ده بتساوي 12.5. بعد كده هنا 10 مضروبة في 3.5، الكلام ده ب35. هنا يعتبر -3.5 مضروبة في 10، الكلام ده هيبقى -35 في الاتجاه المعاكس. بعد كده أنا عندي المساحة دي هنا وهنا، يبقى نص 4 مضروبة في -5 زائد نص 6 مضروبة في 7.5، الكلام ده هيساوي 12.5. يبقى أنا هنا ظهر لي ألف وظهر لي د. بالنسبة للنمرة ه، هنا نص مضروبة في 4 مضروبة في 5 زائد نص مضروبة في 7.5 مضروبة في 10، الكلام ده بيساوي -27.5. يبقى نمرة ه غلط، يبقى الإجابة هنا نمرة ألف ود هي الإجابة الصحيحة. بعد كده نمرة 5 بيقول لي الشكل المقابل يمثل منحنى الإزاحة والزمن للجسم، فعند أي نقطة تكون السرعة اللحظية للجسم سالبة وبتساوي 0.
طيب السرعة اللحظية عند نقطة سي بتساوي ايه؟ صفر. طيب وسالبة بتكون اللي هي ماشية عكس الاتجاه يبقى دي. بعد كده نمرة 6، أي من الأشكال البيانية الموضحة بالقائمة يمثل جسم يتحرك بسرعة غير منتظمة موجبة. غير منتظمة موجبة يبقى على طول نمرة 4 اللي هي دي. ليه؟ مش المفروض يا مس إن دي جاية في البارت السالب؟ لا، ولكن اتجاه المحور طالع لفين؟ طالع للموجب، يبقى القيمة بتاعتها موجبة. إنما دي اتجاهها نازلة لفين؟ نازلة للسالب، يبقى القيمة بتاعتها سالبة، يبقى دي غلط. ودي يعتبر جسم ساكن، وده يعتبر جسم متحرك بسرعة، ولكن ايه؟ سرعة عكسية أو تناقصية، مش عكسية، تناقصية. تمام؟ ودي طردية، يبقى دي غلط. يبقى نمرة 4 هي الإجابة الصحيحة. نمرة 7 والأخيرة، شكل بياني مقابل يمثل منحنى السرعة والزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم. تمام. عايز الإزاحة للجسم بعد مرور 5 ثواني هتساوي قد ايه؟ وتاني حاجة عايز المسافة اللي هيقطعها الجسم بعد مرور 5 ثواني. نحل مسألة زي دي ازاي؟ أولا أنا هقسمها لأجزاء، ده الجزء الأول وده الجزء التاني والتالت والرابع والخامس، يبقى أنا عندي 5 أجزاء. بالنسبة لأول جزء يعتبر ايه؟ مثلث، يبقى نص. القاعدة عندي كام؟ القاعدة عندي 2. تمام. في الارتفاع ما بين الاتنين يبقى بين 20 و40 يبقى كام؟ 20. الكلام ده بكام؟ ب20. تمام. نمرة 2 يعتبر ايه؟ مستطيل. الطول في العرض، الطول قد ايه؟ الطول عبارة عن 20 في العرض عبارة عن 2، يعني بتساوي 40. طب 3 مربع عبارة برضو عن الطول اللي هو 1. 3 من 2 1، و20 مضروبة في 20. تمام، يكون كام؟ 20. نمرة 4 يعتبر مثلث، يبقى نص. القاعدة عندي 4 من 3 بكام؟ ب1. في الارتفاع 20 يبقى كام؟ 10. بعد كده نص 5 عبارة عن نص. تمام. القاعدة قد ايه؟ عبارة عن 1 في الارتفاع سالب 20 سالب 10. يبقى دلوقتي عندي 20 و40 60 وكمان 20 يبقى 80 و10 90 سالب 10 يبقى 80. يبقى أول حاجة الإزاحة عندي هتكون إيه؟ هتكون 80. تمام. تاني حاجة عايز المسافة، هنحسبها إزاي؟ المسافة زي ما اتفقنا هي الإزاحة، ولكن الإزاحة الإيه؟ الموجبة. طيب هل أنا كتبت الأول 40 وبعدين 20 وبعدين 20 وبعدين 10 وبعدين سالب 10؟ أنا بقى هحسب 20 وبعدين 20 التانيين و20 و10، والسالب دي هتتحول إلى إيه؟ موجب 10، لأن زي ما اتفقنا قلنا إن المسافة هي الإزاحة الإيه؟ الموجبة. يبقى الإجابة هتبقى 100.